على فكرة يا سي معتمد، عاطف ساعات لما بيكون فاضي بيروح يشتغل في استوديو تصوير وعارف صاحبه. ما تخلي نوارة تتصور هناك. واسمه ايه بقى الاستوديو ده عشان ما هوبش يمته؟ يا ساتر، ليه كده؟ والله اي حاجة فيها عاطف اخوكي لازم ابعد عنها. ده انت قلبك اسود قوي. يا ستي ولا اسود ولا ابيض، انا ما شفتش اي حاجة عدلة من اخوكي يعني. يا ابني مش كده، ده برضو اخو مراتك، ولو بيشد معاك ما هو برضو بيشد معانا. وبعدين انت يعني بتجور على اخته قوي، بس لازم تعرف ان انت سنده وهو سندك. طب روح اتخانق كده مع حد غريب وشوف هو هيعمل معاه ايه. اهي نوارة جهزت، اوعى الصورة تطلع ابيض واسود، الصور دلوقتي كلها بقت بالالوان. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يحميكي انت واخوكي واختك. انا جاهزة، انا جاهزة يا معتمد. جاهزة ليه بالظبط؟ يوه، انت مش عايز تعملي باسبور والباسبور عايز صورة، عشان كده هتاخدني تصورني؟ لا، ما هو مش هينفع تتصوري بالشكل ده. الله، مالها يا ابني؟ ما هي زينة الصبايا اهي وشكلها يشرح القلب الحزين. يا ست سميحة، احنا مسافرين السعودية. السعودية مش اوروبا ولا امريكا. يعني ايه؟ يعني كل بلد وليها نظامها، وانت يا نوارة سافرة. ايه ده؟ في ايه؟ لا الا الشتيمة بقى. الله يا حماتي، سافرة مش شتيمة. سافرة تعني ان شعرها مش متغطي ووشها مكشوف. ده هناك في السعودية تبقى تغطي، لكن دي صورة جواز سفر، يعني لازم تبقى طبيعية. وبعدين جواز السفر ده لكل البلاد. برضك مش هيحصل حاجة لما تتصور وشعرها متغطي. محجبة يعني؟ نوارة، مفيش ست في السعودية إلا لما تكون منقبة أو محجبة. خلاص يا بنتي، كأنك رايحة تعملي عمرة أو تحجي. يعني ايه ياما؟ يعني أنا هطلع معاكي ألبسك اللبس اللي يمشي في السعودية والكويت وعموم الخليج. يلا. حقيقي طعمها حلو جدا، ومعموله من ايد احسن حلوانيه في مصر، وكمان بالسمن البلدي. لا انا كده ما اكلش منها كتير عشان بعمل حساب السكر. سلامة حضرتك. لو انت اللي عاملها بجد اقول لك ركز في الشغلانه دي. لا، انا اهلي كلهم حاولوا معايا وما قدروش عليا. خلاص بقى خليك زي ما انت، محدش عارف الايام مخبيه ايه. ما عشان كده بجرب كذا شغلانه، وكل حته بروحها بشوف حاجه جديده في الدنيا. يعني مثلا شغلانه المصوراتي دي خلتني اخش استوديوهات التمثيل واتفرج على الممثلين. شفت هناك كومبارس حكايته حكايه، تحب احكيها لك؟ احكي، اكيد هتطلع احسن من اللي في الجرايد. رحت مع عم اسناوي اللي انا قلت لحضرتك عليه، رحت معاه استوديو، كانوا بيصوروا مسلسل تاريخي. اتفضل استريحي. باسبور ها؟ إن شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذنك ابدأني قول لي فوق. بس أنت عايز إيه وأنا أعمله لك. ابدأني فوق شوية كده؟ تمام. استاذنك توسع. ابتسامة خفيفة. 1 2. وبعدين المخرج قعد يزعق ويقول ستوب ستوب، والراجل الكومبارس ده ماسك الفخده ومش عايز يسيبها، عمال يعضعض فيها. انت بتضحك على ايه؟ دي قصه مأساويه، اللي بتحكيه ده شيء يقطع القلب. ناس عايشه في فقر وحرمان، اكلتها طول العمر ما بتتغيرش، بصاره، فول، كشري، حتى الخضار قرداحي. واحد عاش طول عمره بيحلم بأكلة حلوة، ولما جات له الفرصة وشافها بعينيه ايده طالتها، بس ما لحقش يتهنى بيها. عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر، وسيدنا علي بن أبي طالب قال
لو كان الفقر رجلا لقتلته. وابو ذر الغفاري قال: إذا ذهب الفقر إلى مكان قال له الكفر خذني معك. ياه، حضرتك تعرف حاجات كتير قوي. أنا أول مرة أسمع الأمثال الحلوة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني أنت طالب في كلية الآداب، يعني المفروض يبقى عندك ثقافة. الكلام اللي سمعته مني ده ما فاتش عليك قبل كده؟ يمكن فات، بس أنا ما خدتش بالي منه. وانتي مفيش اخبار عن المحروس الولهان؟ شكله كده مش ولهان. ايه اختفى؟ عرف ان انتي صعبه عليه وانك انتي محترمه ومتربيه بيت محترم؟ يا ماما محدش عارف ظروفه ايه، بس انا بقول يعني جدع ده باين عليه مؤدب وحسيس زياده عن اللزوم. ده اول ما عرف ان انا خارجه معاه باذن منك كان في نص هدومه. يا سلام، في نص هدومه ليه؟ كان فاكرك بيضه هيسرقها من عيشه الفراخ؟ هو له نظريه تانية، خايف يعني لا نظن ان التسهيلات اللي عملها لنا في كهربة العربيه كانت سكه يعني عشان يقرب مني. وماله، عداه العيب، على الاقل شافك في بيتك مش زي البهيم جوز اختك وعملته السودا اللي عملها عشان يوصل لاهلها. الخلاصه يعني الكسوف عنده بزياده حبتين، بيختشي. طب والله كويس ان في حد الايام دي بيختشي. على العموم لما تشوفيه قولي لي. هشوف ازاي بس يا ماما؟ انا مكتومه جوه البيت كده كاتمه الفول المدمس، لا بشوف حاره ولا شارع. خلاص نستنى لما يجي يقرا العداد. ماما مش تبقي فاهمه يعني، لو هو بذات نفسه اللي جه قرا العداد النوبه الجايه يبقى نيته سليمه وقصده شريف، ولو ما جاش يبقى خلاص، يبقى ابن 60 في 70 زيه زي شبان الايام دي. انت عارفه البت مهجه بنت خليل الكهربائي؟ عارفاه. عرفتي ابوها عمل ايه مع المنيل على عينه خطيبها؟ وانا هعرف منين؟ ما انت عارفه يا ماما انا ماليش اختلاط بحد. لا انا هقول لك بقى، علشان تعرفي ان شبان الايام دي اكترهم اندلوا ما عندهمش ضمير، والواحده لازم تفتش جواهم وبراهم قبل ما يخطوا خطوه جوه البيت. يا ماما هو سي احمد دخل عندنا بمزاجنا؟ ده كان داخل يشوف شغله صدفه يعني. المهم شوفي بقى خطيب مهجه عمل ايه. عمل ايه؟ هو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هو كان معاه شهاده كبيره زي اللي هياخدها عاطف اخوك ان شاء الله، وكان عليه القيمه كده زي نجوم السيما. دخل خطب البيت بدبله وقرايه فاتحه، وعلى الحال ده سنتين، وهو كل اسبوع يروح 3 مرات، مره بالنهار ومره بالليل. بالنهار يعني غدا، وبالليل يعني عشاء. وخالتك ام مهجه تعمل المحمر والمشمر والمسبك. انه يتحرك خطوه واحده بس ناحيه الجواز ابدا. وكل ما يختلي بالبيت كان بيمد ايده عليها. يضربها؟ ضرب ايه؟ حاجات عيب كده. المهم سي خليل دخل عليه والنطع ده كان عمال يلوغ، راح واقف كده وبصص له وقال له بقول لك ايه، انت بقالك 2 سنين واكل شارب حابس، هتتجوز امتى؟ راح قايل له قريب. راح سي خليل كده باصص له، والنطع ده كان معاه ورك بطه، راح خطف منه ورك البطه، قال له قوم يا ابن الكلب، ده اخر زادك عندنا، وراح ماسك سلطانيه الملوخيه دلقها على راسه. ماما انت بتحكي لي الحكايه دي ليه؟ الواحده ممكن تزعل في حاجه في ايديها وتروح منها، لكن حاجه ما جاتش من الاصل تزعل عليها ليه؟ الجدع ده ممكن يكون اصيل وابن حلال، وممكن يكون من عينه خطيب مهجه. فهمت اللي في دماغك يا ماما. بصي يا حبيبتي، انا مش عايزه من الدنيا اكتر من انك تحبي وتتحبي.